سلام، مرحبا بكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. حبوباتي كيما قاعدين تشوفوا اليوم راح نديرو هاد المعسلة ولا القريوش لسهرة رمضان بإذن الله. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيفاه يجي مورق، يجي بالطبقات. شوفوا كيفاه يتقرمش. راح نعطيكم الوصفة والمقادير فقط. تابعوا الفيديو حتى للأخير وما تسرعوهش باه تستفادوا من كامل الخطوات. وما تنساوش حبوباتي ديروا لايك للفيديو والضغط على زر المتابعة كدعم منكم ليا. هاد الوصفة مليحة بزاف، تفيدكم في سهرات رمضان. درتو هكا البنات سامبل بدون تعقيدات. به يعني اللي تحب تديرو كل يوم ولا تديرو يعني في ليالي رمضان في السهرة. راح تجي هالطريقة سهلة وما تجيش معقدة، والمقادير كذلك بسيطة. والطريقة سهلة، فقط كيما قلت لكم تبعوا الفيديو وبإذن الله راح تحصلوا على نفس النتيجة. والشكل ديروا كيما حبيتوا، مش لازم ديروا هاد الشكل اللي درت أنا. شوفوا هنا البنات أنا درت هداك اللي يجي طويل، ودرت هادا كيما نقولولها حنا هنا في المنطقة تاعنا المقرقشات، كل واحد كيفاه يسميها. شوفوا كيفاه جا يتقرمش وهشيش وبسم الله ما شاء الله. يعني البنات نروحو مع بعضانا للوصفة. هنا نحتاجو 4 كيلات فرينة، ديرو بالكيلة اللي حبيتوها. تحبو ديرو كيلة صغيرة، تحبو ديرو الكيلة كبيرة. كيما قلت لكم هنا البنات ما سرعتش معاكم باه تشوفوا الكيلات. الكيلة اللي خدمت بيها. شوفوا درت 4 كيلات فرينة. هنا درت نصف ملعقة تاع القهوة هاذيك الصغيرة درتها لافاني، ودرت نصف ملعقة تاع خميرة الحلويات، ونصف ملعقة تاع الملح. البنات الملح هنا ضروري باه يعدل لكم يعني الذوق. وهنا ديت السمن البنات، ديت نصف الكيلة سمن، والنصف الآخر كملتو بزبدة التوريق، وضفت لهم الزيت كيما شفتو. والكيلة ما عمرتهاش، درتها ناقصة صباع. دوبوها وخليوها تبرد مليح، وإذا كانت عندكم يعني بحرارة المطبخ خدموا بيها عادي. وكيما شفتوا ضفت نصف ملعقة تاع خميرة الخبز. هنا نحاول ندخل هاداك زبدة التوريق والسمن اللي كنت حطيتهم، نحاول ندخلهم في الفرينة البنات. دخلوها مليح هاكا حتى يروحوا هادوك الحبيبات، باه من بعد ما تعبكمش في الخدمة وتجيكم الخدمة تاعكم متحوفة ونقية. شوفوا هنا كيفاه وريت لكم حبوباتي. حبكوها مليح هاكا بين يديكم. طريقة سهلة، وكيما قلت لكم الشكل مش لازم تديروه كيما درت أنا. تقدروا ميم ديروه مربعات يعني ولا دوائر وتقليوه عادي. وراح ندير معاكم بإذن الله الوصفة هذي في القناة تاعي. وهنا نجيب نفس الكيلة ما، ونبدأ نلم العجينة بشوية. البنات هنا الماء حطوه غير بشوية باه ما يغلبكمش، على خاطر كل وحدة والفرينة تاعها كيفاه. كاينة فرينة اللي تشرب وكاينة فرينة عادي. البنات هنا للأمانة أنا خدمت فرينة سيم مليحة بزاف في الحوايج هادو كيما القريوش وكيما الدزيريات. خاصة الحوايج يعني التقليدية مليحة بزاف ليهم هاد النوعية تاع الفرينة. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. ومن بعد هنا نروح نجيب كيس بلاستيكي ولا ديرو بابي فيلم كيما حبيتو. نغطيها ونخليها ترتاح. قد ما ارتاحت البنات راح تعطيكم طول في الخدمة. هنا بعد ما ارتاحت العجينة تاعي نروح نجيبها. شوفوا البنات كي تخليوها ترتاح راح تلقاوها كأنكم عجنتوها. هنا نحاول كيفاه ندخلها فقط في بعضها ما تعجنوهاش. شوفوا
ونروح نبدأ نخدم العجينة تاعي، هنا درت رشيت سطح العمل بكمية يعني تاع نشا، ونحل العجينة بالطريقة هاذي حلوها رقيقة بزاف. تبعوا فقط حبوباتي كيما قلت لكم الطريقة ساهلة يعني القريوش العادي الطريقة تاع القريوش العادي، والتزموا بالمكونات والمقادير اللي مديتهم لكم وراح تتحصلوا بإذن الله على نفس النتيجة، هنا شوفوا كيفاه نخدم فيها، ندير نشا ونطويها حتى نتحصل عليها بالشكل هذا ومن بعد هنا نقسمها على 2. ما تخدموش بيها مباشرة باه تنجح معاكم الوصفة، حطوها البنات خليوها ترتاح، هنا بعد ما ارتاحت راح نبدأ نشكل معاكم وراح نوريلكم الطريقة، دائمًا البنات نستعينوا بشوية نشا، على خاطر العجينة درناها طرية شوية. نحلها عادي بالطريقة هاذي واللي عندها الماشينة هاذيك تقدر تخدم بيها، راح تسهل عليكم، وهنا نحاول نعدللها هاذوك الأطراف نحي الزوائد والزوائد هاذو البنات مطيشوهمش خبيوهم، راح نوريلكم من بعد واش تخدموا بيهم. ونجيب هاكا قطعة الورق هذا البنات أنا هذا واش كان عندي درت 10 على 15 هي من الأفضل ديروا 12 على 16. أنا هذا واش توفر عندي ملقيتش حاجة خلاف. 12 على 16 راح تكون مليحة بزاف ونقسموهم هاكا بالطريقة هاذي كيما موضح في الفيديو. حلو العجينة رقيقة البنات متخليوهاش خشينة، هنا نهز هادوك القطع اللي كنت قسمتهم، بين كل وحدة ووحدة ديروا رشة خفيفة تاع نشا باه ميلصقولكمش في بعضاهم، وهنا راح نشكل معاكم حبة البنات وشوفوا الطريقة كيفاه ساهلة، قلتلكم كيما مولفين نخدمو القريوش العادي فقط هنا في التشكيل راح نديروها على شكل ضفيرة يعني ساهلة خدمو كأنكم قاعدين تضفروا، شوفوا كيفاه يعني الفيديو يشرح نفسه البنات ما تحتاجش شرح، طريقة واضحة وسهلة، ومن بعد ما نشكلها نضغط على الحواف بالحلال ومن بعد نحيهم هكا باه يجيني الشكل متحوف. هنا راح نعاود نخدم معاكم حبة خلاف شوفوا الطريقة قدمت لكم هنا باه تشوفوا. حتى المبتدئة راح تقدر تدير الطريقة هذه سهلة بزاف، قلت لكم البنات هذه الطريقة سهلة اللي تحب تديرو في رمضان يعني مرة ولا 2 في الأسبوع وكاين حتى اللي يديروه كل يوم، هذه الطريقة راح تسهل عليكم. هنا حبوباتي بعد ما شكلتهم أنا هاذيك المقادير خرجوا لي 18 حبة، والحواف هاذوك اللي نحيتهم دوك تشوفوا في الأخير واش درت بيهم. بعد ما شكلتهم البنات هنا نروح نحط الزيت يسخن كي تحبوا البنات ديروا في كاسرونة باه تجيكم كمية الزيت يعني تجيكم طالعة باه الحبة تاعكم يغطيها الزيت. ونحط نجرب بالقطعة هاذيك، كي نشوف الزيت سخن مليح نبدا نحط في الحبة تاعي وبواسطة الكيردون البنات نجي نحلهم هاكا
باه يتورقو مليح معانا وما يجيوش لاصقين في بعضاهم. شوفوا كيفاه الحبات جاو متحوفين بسم الله ما شاء الله. وكي خليت الزيت سخن شوفوا كيفاه. ما نلصقوش البنات، واللي تحب هنا كنصيحة نسيت ما قلتلكمش البنات. اللي تحب القريبش تاعها يجي باللون اللون البني، يعني يكون تقدروا ديروا الخل في العجينة، تقدروا ديروا ملعقة تاع الخل، أنا ما درتهاش حبيت يجيني باللون هذا. بعد ما كملت كامل الحبات نجي هنا نحطهم في ريسيبيون وندير عليهم العسل. هنا البنات أنا القريوش كان بارد والعسل سخنتو ولا العكس، ديروا العسل بارد والقريوش كي تنحيوه مباشرة من الزيت تحطوه في العسل. العسل ما ديرولو حتى إضافات باه يبقى القريوش تاعكم محافظ على القرمشة يعني لمدة طويلة. وهنا بعد ما عسلته شوفوا البنات درتلو شوية جلجان على الأطراف، وشوفوا النتيجة بسم الله ما شاء الله جا روعة. ويخرج لكم هذيك الكيلة كيما شفتوا أنا خدمت بالفنجال، وشوفوا الكمية اللي خرجها لي بسم الله ما شاء الله. وهادوك الأطراف البنات اللي كنت نحيتهم كنت عاودت لميتهم وحطيتهم ارتاحوا، ومن بعد خدمت بيهم المقرقشات كيما نقولولها حنا في المنطقة تاعنا كل واحد وكيفاه يسميها. شوفوا هنا راح نقسم معاكم حبة وتشوفوها كيفاه. شوفوا كيفاه جا مورق. المقادير اللي مديتهم لكم البنات مضبوطين والطريقة صحيحة 100%. يعني البنات ما تقدروش تغيروا في الوصفة، ديروها بنفس الطريقة ونفس المقادير، فقط الشكل تقدروا تتحكموا فيه كيما حبيتوا. اللي وصلت حتى هنا حبوباتي ما تنساش تضغط على زر الاشتراك ودير لايك للفيديو كدعم منكم ليا. هاد المعسلة ولا القريبش كل واحد كيفاه يسميه راح تفيدكم بزاف في سهرات رمضان، وتفيدكم كذلك يعني في الأيام العادية، فقط كي حنا على أبواب رمضان هاد الحوايج يعني نقدروا نديروهم وتقدروا تحتفظوا بيهم للسهرات، يعني مكونات بسيطة، كمية كبيرة والطريقة سهلة. هنا أنا ما سرعتش معاكم حبوباتي المقاطع باه تستفادوا كامل، وحتى المبتدئين يقدروا يديروه ويتحصلوا على نفس النتيجة. اللي عجبتها هذه المعسلات خليلي رايها في تعليق، وبإذن الله راح ندير لكم وصفات عفوا معسلات ونعطيكم الطريقة الناجحة، والبنات نعطيكم كامل الأسرار وكامل المقادير بإذن الله. هنا البنات هذه هي الكمية قلت لكم تاع العجينة اللي كانت نحيتها من الجوانب، درت بيها هاد المقرقشات وجات بسم الله ما شاء الله روعة. تقدروا ديروا البنات الشكل هذا هذا تاع القريوش العادي، ولا تقدروا ديروا الوصفة تقدروا ديروها كاملة مقرقشات كيما حبيتوا.
هنا راح نقسم معاكم حبة من هاذيك المقرقشات وشوفوا كيفاه جات، باه تشوفوا البنات باللي الشكل الأول والّا التاني في زوز الوصفة ناجحة، يعني هي نفس المقادير نفس العجينة، يبقى التشكيل فقط والطريقة يعني التشكيل الأولى والّا التانية ناجحين في زوز، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم تاع المعسّلات. وما تنساوش حبوباتي تخلّيو رايكم في تعليق، وما تنساوش ديروا لايك، بإذن الله راح نتلاقاو في وصفات قادمة وفي فيديو قادم، حتى ذلك الحين بإذن الله نلقاكم بخير وصحة وعافية، وإن شاء الله يا ربي بما أن على أبواب رمضان إن شاء الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. إن شاء الله كل واحد مريض ربي يشفيه، وكل واحد مهموم ربي يفرج عليه، وكل واحد في قلبه حاجة إن شاء الله يا ربي تتحقق أمانيكم كامل، حبوباتي متتبعيني متتبعاتي الأوفيات تهلاو في رواحكم بزاف، سلام.